السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هقص سرير 120 ملاية استك. هعمل ملاية استك للسرير 120. المرتبة بتاعتي مرتبة كبيرة اللي هي 30 سنتي. فانا هبص، انا اول حاجة عملتها، اول حاجة هعملها، انا عايزة الملاية قد ايه؟ انا عايزة الملاية، عايزة العرض 120 وبزود 45 من كل جنب. يبقى انا عرض الملاية بتاعي 120، العرض الملاية 120، هزود من هنا 45 ومن هنا 45. يبقى انا عايزة 120 زائد كام؟ زائد 90. ده بالنسبة لعرض الملاية. ماشي كده؟ طيب الطول بقى، الطول احنا عارفين ان طول المرتبة بتبقى مترين. طول المرتبة بتاعتي بتبقى مترين. فانا هعمل ايه بقى؟ هشوف عرض القماش كام، عشان عرض القماش دايما مبيبقاش مظبوط. لو المفروض ان عرض القماش بيبقى 240، يبقى 240. انا عايزة طول 290. انا عايزة الطول بتاعي كام؟ 290. ليه 290؟ عشان طول المرتبة 200، طول المرتبة بتاعتي 200، وهاخد من هنا 45 برضو ومن هنا 45. يبقى انا عايزة العرض بتاعي اللي هو 120 زائد 90. 90 اللي هي 45 ملم و45 ملم. ده بالنسبة للعرض. بالنسبة لطول المرتبة، طولها بتبقى مترين. المترين دول بزود عليهم ايه؟ 45 ملم و45، يعني 45 من عند المخدة و45 من عند الرجل. يبقى انا عايزة مترين زائد 90 برضو. ماشي. طيب هقص ايه؟ هقولك كده الاول وبعدين افهمك هقص ازاي. الطول بتاعي اتفقنا يبقى 92. طيب انا عندي هاخد عرض القماش اللي هو بيبقى 240، هاخده ده اعمله طول المرتبة وهزود عليه. انا عندي عرض القماش 240، يبقى انا كده محتاجة قد ايه علشان خاطر يبقى الطول بتاعي 290؟ يبقى انا كده محتاجة 50 سنتي. يبقى انا هاخد 50 سنتي. دي واصلة على فكرة. 50 سنتي دي بتبقى واصلة، دي بنقصها لوحديها. يعني انا اول حاجة هقص عرض القماش انا كده اهي، عشان تفهموا بس معايا. انا كده جبت القماش اهو من عندي الجزء المتن ده. هاخد اول حاجة اللي هو عرض السرير اللي هو قلنا 120 زائد 90 سنتي، اللي هو هيبقى كام كده؟ هيبقى 210، صح كده؟ يبقى انا جبت اهو، قصيت، قست من عند الجزء المتني ده، قست قد ايه؟ قست 210، قست 120 وبعدين زودت عليهم 90 سنتي، يبقى 210. 210 دي الحتة بتاعتي اهي، دي الحتة بتاعتي. طيب انا دلوقتي محتاجة حتة تاني علشان اوصلها من عند الطول. لازما يا بنات اوصل، لازم يبقى في وصلة. الوصلة دي بتوفر في القماش وبتبقى سهلة معايا، عشان لو معاكي رسمة قماشة فيها رسمة ولا حاجة ما تتلخبطيش. فالاسهل ان انت توصلي، وكده كده الوصلة بتبقى من عند المخدة او من عند الرجلين، فهي كده كده ما بتبانش، بتبقى في الجنب، مش بتبان خالص. يبقى زي ما اتفقنا، الاول قصيت قطعة اهي، القطعة دي 210. ماشي. هاجي بقى للحتة اللي انا هوصلها. انا عايزة قلنا قد ايه؟ عايزة قطعة تاني 50 سنتي. انا هسهل عليكم عشان خاطر ايه، مش هقعد احسب لكم الحسابات دي عشان محدش يتلخبط. وادي قطعة تاني 50 سنتي. انتي ايه، امشي معايا بنفس الطريقة دي ان شاء الله تيجي مظبوطة. قطعة حتة 210 وحتة اللي هي الواصلة 50 سنتي. ماشي كده؟ انا 50 سنتي، انا زودت هنا 5 سنتي، عملتها 55 عشان جايه اقيس العرض بتاع القماش بتاعي، لقيته 135، يعني ناقص 5 سنتي. فرحت مزوده من هنا، رحت مزوده في الحته بتاعتي اللي انا هوصلها دي، خليتها 55 سنتي. لو انتي قستي القماش بتاعك لقيتيه 240 تمام، يبقى انتي محتاجه 50 سنتي. اهم حاجه ان الطول بتاعك كله يبقى ايه؟ يبقى 290. هوريكم بقى دلوقتي ان هوصلها ازاي دي. خلاص انا كده قصيت خلاص القماش بتاعي حته، الحته اللي هي بتاعتي دي والحته اللي هي اللي هوصل بيها. اول حاجه بقى بعملها ايه؟
ان انا اوصل القطعة بتاعتي دي اللي هي الوصلة اللي هي 50 سنتي. اوصلها منين بقى؟ هخيطها منين؟ بوصلها من عند البرسل. بفتح القماش بتاعي خالص، او بفتح القماش بتاعي وادي البرسل اهو، من عند البرسل كده، واروح حاطه الوصله. ادي القطعه بتاعتي اهي اللي هي هتتوصل، اروح موصلها حطاها حطاها عند البرسل بتاعي كده واوصلها على الوش على الوش طبعا، واخيطهم الاتنين مع بعض. يبقى انا بخيط الوصله منين؟ من عند البرسل. من عند البرسل اهو بخيطها اهو. تعالوا معايا كده اوريها لكم على المكنه. دي تاني خطوه بعملها بعد القص. بعد القص القطعتين اللي اقصهم، بروح اول حاجه بعملها بخيط الوصله مع ايه؟ مع القطعه الكبيره. الله اكبر الله العظيم. بصوا يا بنات، ادي القطعه الكبيره بتاعتي اهو، ادي البرسل، وادي الوصله بتاعتي اهي. حاجه بقى دي اللي فوق دي اللي فوق دي اللي هي الوصله، بخيط. دي اول حاجه بعملها. هخيطها، وبعد ما اخيطها اوريكم هعمل ايه. اهي بخيطها تانية صغيرة كده. انا خيطتهم ببعض، الوصلة بالقطعة الكبيرة. بعد ما خيطت لقيت ايه؟ لقيت ان الوصلة عندي كبيرة اهي، اكبر. فاضت حتة من الوصلة اهي، ادي فاضت حتة من الوصلة. مفيش اي مشكلة، بروح قصاها، بروح قص الحتة الزيادة. بستسهل بس عشان المقص مش جنبي اهي. اهي كده. بعد ما قصيت كده انا خلاص تنيت اهي التانية الوصلة خلاص تنيتها. بعمل ايه بقى؟ بروح فاتحة القماش بتاعي، واخد بقى خياطة من جوه من هنا، علشان خاطر الخيطة بتاعتي بتبقى مريحة، ميبقاش ايه، متبقاش دي معبعبة من جوه، لا تبقى مريحة كده. اروح ماشية عليها كده بالظبط على نفس الخط ده، فتديني خياطة مريحة. التانية اللي من تحت دي اللي في ظهر القماش، دي بظبطها كده، اخليها في اتجاه واحد علشان خاطر الخياطة تبقى مظبوطة. اخليها كده في اتجاه واحد. بص الخياطة هنا بتاعتي بقت نضيفة ازاي ومريحة اهي، نضيفة خالص كده. لو انت تستغنى عن الاوفر، الخطوة دي حلوة، وفي نفس الوقت بتبقى حاجة كده ايه يعني، بتبقى متينة كده. الخياطة بتاعتك بتبقى جامدة متينة. الخطوة التالتة بقى ايه؟ احنا اول خطوة قصينا، وبعدين وصلنا، او زي ما انتوا شايفين وصلنا اهو الوصلة ببعضيها. تالت خطوة بقى ان انا هعمل هقص بقى المربع بتاع اللي احنا بنقصه، علشان خاطر البوز بتاع المرتبة اللي بواز. بعمل ايه؟ بمسك القماش من عند العرض، من عرض القماش كده، واروح تانية الوصلة قدامي اهي اهو. مسكت القماش من عند العرض اهو، تنيت اول تانية، واظبط القماش بتاعي. همسك بقى ايه؟ اتني بقى التانية عشان يبقى 4 طبقات. اتني كده
بصوا هنا اوريكم حاجه، انا كده طبقتها على 4. طبعا بعد ما طبقتها بصوا هنا القماش بتاعي مش مساوي. طبعا دي خطوه غلط، لازم اساوي على قد ما اقدر، اساوي القماش بتاعي. اهم حاجه اساوي منين؟ من الجنب المفتوح. بصوا شايفين الجنب ده؟ انا لو بصيت للجوانب كلها هلاقيها ايه؟ هلاقيها مقفله، في جنب مفتوح وجنب مقفول او كله مقفول. الجنب ده الوحيد اللي هو الايه الاربع طبقات مفتوحين، ده الجنب الوحيد. ده الجنب بقى اللي احنا هنقص منه المربع بتاعنا، اللي هو بيبقى 45 في 45. دايما بقص المربع بتاعنا دون بنفس المقاسات اللي احنا الزياده اللي احنا واخدينها. ولازم اساوي، ولازم الجزء ده كده يبقى متساوي وكله قد بعضه، اتاكد ان هو قد بعضه. انا هقيس كده 45 وهقيس الطول 45، هيديني مربع. بعد ما خدت المقاسات بتاعي اللي هو على العرض 45 والطول 45 هقصه. طب في معلش انا نسيت حاجه، انتي كده دلوقتي عايزه تساليني انا كده اجيب قد ايه للسرير؟ 1.20 متر السرير الواحد. انا كده هجيب العرض قلنا 210، والحته الواصله اللي اوصلها دي اللي هي 50 سنتي، يبقى كده كله على بعضه كام؟ 260. يبقى انا هحتاج الملايه الواحده للسرير اللي هو 120 260. هاتيها 260 بالظبط، هاتيها 260 بالظبط. هتقصي 210 اللي هي القطعه الكبيره، وهتقصي الواصله 50 سنتي، وامشي بالخطوات اللي انا قلتلك عليها، وامشي على نفس المقاسات دي على طول. طبعا لو سرير لو سرير متر بس بتزودي برضو 90 نفس الخطوات، بس بتزودي 45 من هنا و45 من هنا. والوصلة برضو بتبقى يا اما 45 يا اما 50 زي ما فهمتك، حسب عرض القماش. هتيجي تقولي لي انا ليه عملت الوصلة 50؟ اقولك علشان انا اخدت عرض القماش قسته، لقيته مش 140، لقيته انا لقيته 135، فرحت مزودة ال5 سنتي في الوصلة. قصدي انا خدتها 55 ليه؟ علشان خاطر انا لقيته 135 العرض، فرحت واخده الوصلة بتاعتي 55. انما انا لو قست القماش بتاعي لقيته 140 صافي، هروح واخده الوصلة بتاعتي 50 سنتي. يبقى انت اساسي هتعملي قطعتين، قطعة كبيرة 210، والقطعة الصغيرة اللي هي الوصلة هتعمليها 50 سنتي، وهتوصليها زي ما فهمتك من عند البورصة. وبعدين تاني خطوة اللي هي هاخد المربع بتاعي ده من عند الجزء المفتوح، واخدهم هاخده اقصه اهو. ادي المربع بتاعي اللي انا قصته اهو، اللي انا قصيته اهو، اللي هو 50، اللي هو 45 في 45. ماشي. المربع ده بقى بنحتاجه في ايه؟ ممكن اعمله على وش الخدادية، اعمله كشكل على وش الخدادية كده. ادي الجزء اللي انا قصيته اهو. طبعا انا بمسك كل 2 من دول بوصلهم ببعضهم كده، بخيطهم مع بعض. طبعا هوريكم كل ده ان شاء الله على المكنه. كل 2 من دول بوصلهم مع بعضهم، وما بعملش اوفر. هوريكم برضو بعملها ازاي، وان شاء الله انتظروني في الفيديو الجاي. هعرفكم ازاي تاخدوا مقاسات سرير بالمخده بالخداديه. خليكم معايا ان شاء الله كده في التقفيل مع بعض. انا فاتحه القماش بتاعي او همسك همسك الجنب دون مع الجنب ده وخيطهم مع بعض. هحطهم الاتنين كده مع بعض، واظبط. هاتني تانية عادية من غير اوفر ولا حاجة. هاخد هاتني تانية كده صغيرة، تانية داخل تانية كده.
اهي تانيتها تانية داخل تانية. هفتح بقى هفتح الملاية بتاعتي واخدها بقى من جوه كده. عشان ايه؟ علشان تبقى الخيط عندي مستريحة. جبت القماش كده على وش اهو، وامشي على الخياطة بتاعتي علشان خاطر ايه تبقى مستريحة كده، الخيط ميبقاش مع بعض. طبعا الخياطة التانية دي عندنا هنا خياطتين اهم. الخياطة التانية دي اللي هي بتاعت الوصلة الاولانية. اهو خيطت ادي خيطت اللي هو الجنب، افتحه برضو وامشي عليه كده من جوه، امشي عليه كده من جوه بالخياطة علشان خاطر ايه الخياطة بتاعتي تبقى مريحة. ده عشان انا كده مش عاملة اوفر. لو عاملة اوفر هخيط على طول، مش هحتاج ان انا اعمل الخطوة دي من بره. بوصل لغاية البوز كده بتاعي واروح ايه واروح واقفة كده. زي ما انتوا شايفين. بصوا الخياطة نضيفة ازاي. اهو كده فاضل اخر جنب، هقفله بقى وبعدين اوريكم هنركب الاستيك ازاي. بص هنا عشان اركب الاستيك اول حاجه بعملها هتني تانية واحده، يعني هتني تانية واحده وبعدين هحط الاستيك من جوه واروح تانية كده على نظافه. انا ما بحبش اخيط على الاستيك، بحب اخلي الاستيك جوه يبقى كانه متدكك كده، عشان كده اعمل الخطوه دي الاول.